شوارعها. هذا جامد. هذا جامد يقول لك اللي شاط الجزائر 50 سنه شاطوا ليهم القوات. اشنو خداو البوليساريو؟ الشيء اللي شاط لعمي تبون في 50 سنه شاطوا ليه القوات. هذا معنى اخر. ايوه هذا بقلب مقلع وهذا اسمه خالد. السلام عليكم. المشكله اليوم البدين دم. حتى اللي بدي اعاود على المغرب اليوم مش مسموح لهم التندوخ لانه اصبح في السجن كبير. جبنا عليك. السلام عليكم. جبنا عليك. صلي. هذا اجود سكر من الاخر ديال المربعات. هذا اذا ضربت واحد ما يموت. ايه هو سلاح. هو سلاح. عزيز على الموريتانيين. كان كيديروا لي واحد القلب واحد الشريط صوري مع كاس العالم. صوروا عندي وقت انا سميتوها النمر. هذاك النمر. وكاين هذا كاين ماركه قديمه. كانت كتدخل بطريقه قالب السكان. وين اللي كانت قديمه الدكتور كان من تحت. شوف هذا كان كيكون فيه القالب تيكون فيه واحد العين من تحت. وكان الجوده ديالو جوده افضل من السكر. مثلا بغيت نتعلم انا قلت يا شوف غنمسك غنسيت الماضي تاعي مثلا الغام ديال السكر والماضي البراد والماضي الفاخر باش نتعلم. صح. وشوف هذا هو العزوم العزة كل شيء هذا ديروا 100 هذا هو السكر تستخدموه. السكر كيتكسر اما بواحد الحجره معينه تكون مع السكر يقول لها المسن او المعرض او بحال التيمون. الحجره الطويله هذيك الطويله كتكون طويله الحجر ديالي اللي في المغلبه الطويله كانت خاصه بالسكر او كيقول لها المكه ولا كيقول لها المسن ولا كيقول لها او مكسر او هذا ولا كيديروا مطرقه كيديروا هذا اشياء اخرى او لا كان الى كان ظهر الكاس قاع ديال الكاس كيكسروا. طيب انا هذا كان عندنا في واحد قبل من تحت هذا ما فيهش. انا بغيته هذا شحال هذا انا كنصور مع السي لا ما خلص. لا خلص. بعد يقول له مرتزق المخزن عطيتوني كاع السكر يا رجال روح. شحال هذا خويا بشير شحال السكر؟ هذا هو اللي خد البوليساريو 50 سنه. لا ماشي البوليساريو عمي تبون هذاك اللي شاط ليه في 50 سنه الجزائر. هذا لعمي تبون شنقاي 8 100 درهم. ها اللي يسوى عمي تبون 3 درهم. لا صار يا واحد من دحيه لبركه 100 درهم 100 سوريا. عبد الواحد كاع السكر ديال العين بغا يدي معاه لمراكش. 8 دراهم ايوه بس 100 درهم 160 درهم ريال لا تقولش بريال يا اخي الدراهم يا اخي انا عطيته 20 لا ما نتصرف. لا يردوا واحد. لا ما ترد. هذا 8 دراهم 8 دراهم 20 درهم تجيب لك 3 من هذا. لا خلاص انا باخذ 2 يا هذا جوج قوالب. هذا باخذ جوج قوالب. القرخه معك الدكتور بولمير. الدكتور بولمير انا رايح على قوالب السكر هذا ان شاء الله. الصحه الرياضه. الدكتور السي بولمير هادشي اللي شاط الجزائر في 50 سنه شاطوا ليهم صراحه شوف والله الا اللي داهم لهاد البلاصه القوالب الا جابها عبار ما يكون غير منار سليمي. لازم يقلب الكاميرا. لازم يقلب الكاميرا. الاخوان اللي كان يسجل لنا هادشي اللي داز الله يرحم باك سجلوا لنا اشياء مهم. هضر مع لحظه نكلم الدكتور منار سليمي واخا سير دقيقه يكلم منار سليمي ومعك دكتور. مرحبا اجي كلكم تعالوا لو سمحتوا كلكم تعالوا اصطفوا تعال يا اخي لحظه يا اخي قلب الكاميرا دقيقه. الاخوان اللي تيتفرج يسجل قلب الكاميرا. يعني
اعترافا بالدور الدكتور منور السليمي حبينا نكرمه. هذا مطلب وليس طالب. بارك الله عليك يا استاذي. لا يمكن يا مولا لا نجيو ايوا قول لي هشام قال لك البرميسي هادشي اللي شاط الجزائر في 50 سنه قولها لي. المكان فيه يكون فيه السكر مركز جدا وتلموس كان كيكون هنا اكثر مكان كان كيكون فيه في جهه واحد صالح يكون فيه السكر مركز جدا. صالح كل احداث هو السكر الشهاده وننجح في الباك. حتى صالح لبطان. دكتور السي عبد الفتاح معلومات بلاتي اسمعني الفتاح هذا شوف اعطيهم التاريخ على انه من عهد الدوله السعديه. بونمر كيهضر معاك من عهد الدوله السعديه. العالم العربي دقيقه نقلب الكاميرا. ما تيسمعوكش السي الدكتور بونمر ما تيسمعوكش. قول لهم بعدا راه مدينه تارودان حتى هو المدينه في المغرب او في العالم تجد السكر الابيض اللي كنسمي بالذهب الابيض. السي عبد الفتاح كان حقر على شيء او على نخبه. معك السي عبد الكريم حيد داير السناطات. دقيقه ديروا 100 دقيقه ديروا 100 كاملين دقيقه. السكر ساهم في ترويج سير السكر للمغاربه كاملين جميع حتى البسطاء. كانت السلعه مهمه يعني الشعبيه كان تاريخ الشاي والسكر ما كانش اي واحد كيقدر يشرب الشاي والسكر. والمغرب وفروا للبسطاء ولا منتوج شعبي. المغاربه مبكرا كانوا البسطاء في البوادي والقرى يشربوا السكر. واكثر من هذا التجاره الدوليه عبر السفن وعبر البحار كان المغرب كيسوق السكر. هذا التاريخ ديالنا عندنا معاه علاقه سيكولوجيه. هذا عندنا معاه السي عبد الفتاح عمر براد ديال اسيب. هذا ماشي يتعمر براد ديال اسيب هذاك. طيب ليش لحظه ليش هكذا مدبب من فوق ومن تحت له طالع؟ لا شوف هذاك عمي تبون هذا عبد الفتاح دكتور عبد الفتاح. لا دكتور شوف واحد الرمزيه مهمه. هو من عهد الدولة السعدية. القالب من عهد الدولة السعدية. طبعا لا وكتعرف لا الجيران وما علاقتهم بالدولة السعدية. القالب من شوف راه القالب من عهد أحمد المنصور الدابي. تماما. عبد الفتاح واحد الكلمه غنقولها في الحق. السي عبد الفتاح هذاك الشيء اللي شاط الجزائر في 50 سنه شاط لهم القلب للجزائر السي عبد الفتاح. زايد دكتور هو اسعد دكتور كي داير اخويا؟ شوف واحد الملاحظة اخويا اسعد. هذاك راه من عهد الدولة السعدية من عهد أحمد المنصور الدابي. هو اللي لا راه هو اللي صايب القالب. سبحان الله يا اخي خطير هذا القالب. هذا اول مره هو الحجم اللي تغير. اما القالب راه من عهد الدولة السعدية وهو في هذاك الشكل. ايوه المشكله ديالو حروش ماشي ملس تما فين بقات اللعبه. النمر يا ابو نمر. شوف مرحبا بك وتبارك الله عليك. الله يحفظك يا اخي الله يحفظك الله ينورك. الله يبارك فيك. تحية لأخي أسعاد والدكاترة الموجودين في هذا اللايف الجميل. أولا مع السي عبد الفتاح نعوم وسي منار سليمي وأخ هشام. والله هذا صوت يدمرني هذا صوت الحسن. اسمع هذا أولا تحية طيبة لأخي وصديقي أسعاد وكذلك هشام. وإحنا الحمد لله هذا اللقاء الجميل مع الدكاترة المغاربة اللي كيشرفوا هذا الوطن وكيعطيو واحد القيمة لهذا الوطن. تحية طيبة أولا لعبد الفتاح نعوم وكذلك الدكتور منار سليمي وكذلك جميع الدكاترة غير حاضرين. تكلم اسمح لي. أولا يعني صراحة عندما ننظر إلى هذا المنظر الجميل وهذا اللقاء الجميل والله العظيم يعني يحز في قلوبنا أننا ربما نقدروا نكونوا معكم وبغينا نكونوا معكم لكن بعد المسافات
ولكن القلوب متقاربة الحمد لله والمشاعر متقاربة. أكون على اليقين احنا مع الدكتور عبد الكريم والدكتور الأخ شعيب والأخ عبد المجيد أخوي ولد صناجة، لكن حضور هذه الدكاترة في هذه المدينة الصحراء المغربية هي مدينة العيون هو حضور يشرف هذا الوطن ويشرف هذه الدكاترة اللي هما كنتشرفوا بهم في جميع المحافل سواء الإعلامية وسواء الدولية. إذا تحية طيبة لك سيدي هشام على هذا اللقاء الجميل، وذلك القالب هو ما يعني نتجته واستنتجته الجزائر منذ 50 سنة، وهذا ما يصلح. سيدي عبد الواحد لاباس عليك. تحياتي سيدي عبد الواحد، بارك الله فيك. والله إلا شرف لنا نشوفوك في هذا اللقاء الجميل مع هاد الدكاترة، وأنت رجل طيب ذو قلب طيب، وإحنا الحمد لله معكم، ودائما نتابعكم في جميع اللقاءات نتاعكم. اللي بغى يتكلم مرحبا به، وتحية طيبة إليكم. منذ 1929 ماشي الضوء ديال الضوء. اوه اكبر من هذا اكبر مش من دوله واحده وصافي من بزاف ديال الدول. وين اخوك كتخدم؟ ولد صناجه خويا ولد صناجه الله يرضي عليك، عطيك موديراتور. واحد حوار انا وياك في صافي، حوار ندير انا وياك حوار منفرد لكل اسئلتك الشائكه، لكن بدون سدود، لا بدون حواجز. والله كل حواراتك الشائكه، كل حواراتك كل اسئلتك الجريئه والمعقده مرحب بها. الناس اليوم هم اسئله الناس وليست اسئلتي للامانه. والله اهلا وسهلا. انا قلت لهم في اللايف اليوم، قلت اللي عنده اسئله يعني تليق بالمجموعه اللي معانا. انا عندي الان سؤال. شوف من 2000 انا عندي سؤال يا صلاح. 13 نوفمبر 2020 ايوه البوليزاريو يتحدثون عن الحرب، وصلوا الان 1200 بيان عسكري واحنا في العيون. بالك شي اثر شظايا او صواريخ؟ ابدا. واحده عجوز قبل سنه مسكت عبد الواحد. علي سؤال، انا اشوف طائره والله كلام سليم يعني منذ عقود ولا من بيان عسكري البوليزاريو. سعد بيان ولا 1500 على الدكتور السليمي ونسلموا على هاي الاساتذه اللي معك في العالم. شي حرب ما سمعش كان في العيون او كان شي هذا كنسول على اثار القصف والحرب اللي حتى نحن قبل خرجوا اتفاق اطلاق النار وكيستقبلوا قبل ان ناتي عمليه سياسيه وما خرج من اتفاق اطلاق النار. انا قبل ان ناتي الى العيون كنت اتصور هكذا انه في سكنات عسكريه في المكان، مظاهر. وحمو المصري قال احنا حنروح فين؟ عايزين نموت ولا ايه؟ حمو صاحبك. يا جماعه متنا برد. انتوا بردانين ولا ما تحسوش بالبرد يا مغاربه؟ انت مدرع ما شاء الله عليك، انت مدرع. لا شري سباس جديد هو الشيء. منو؟ لا لا والله يعني ديال الندوه لا ينافس عبد الواحد الا نعم اللبس. الناس هذول لا نسوي شيء. اخي انما التواضع هذا يا اخي. يا اخي ان شاء الله اول فرصه بنقعد وياك وحدين في على ما نفسي صافي. مؤامره هذه. ايوه مؤامره. اسمع انت الان في فندق ولا في الحساب ديالي جديد رتب الموضوع. والله قاعد اسال عليكم، قلت الدكتور وين بنعهم؟ قال لي في الفندق الاخر. انتوا في المسيره؟ في المسيره نقدروا نديروا حوار. انتوا في المسيره الخضراء واحنا في المسيره الكحله. لا بالعكس، العيون كل شيء اخضر. الله ينورك يا ابن عون. سعد رانا نسلموا عليكم وسلموا على هاي الاساتذه اللي معاك كاملين. يسلموا عليكم يا اخي كلكم والله العظيم. ان شاء الله ونسلموا على ولد وادنوني قالوا صلاح ولد عابدين. سلمنا على هذا السلم عليه. خاصه بك انت، عندك قناه الجزيره الخاصه بك. وعلى الدكتور صلاح من وادنون الجزيره الخاصه. يا سعد احمد تيهضر مع شي واحد وهاد الدرونات يا اخي المغاربه لا يبردوا ولا يتعبوا ولا يقع فيهم شيء. انا قاعد ارتجف من البرد وهم والو. جايب معاك البرد من بريطانيا يا اخي بردان والله العظيم، انا خايف امرض. ابي طالب ما ادري مسكوه البوليزاريو. خاصك كندريه سعد. انا بردان يا سيد احمد، انا بردان. سيارة ايش بغيتي؟ لا وقف سيارة. لا احنا قريب. طيب هات لنا جاكيت، هات الجاكيت يا اخي، هات الجاكيت.
امسك 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 امسك. لا عن كيف ماسكه كانك ماسك كذا ثور هو تليفون. الواد شويه يا اخي هات يا اخي صح هي يا ابني يتقلب هشام وحويجو. تخيل انه ملابس هشام مقاسي والله. اقلب مقاسي ديال هشام كلنا يا اخي. قر هذاك يطالب دابا مزيان تموت يلا. ما تشتي انت يا طب انت فاتح الكاميرا وانا فاتح الكاميرا يا اخي. انت ما رايك تصورني وانا اصورك؟ ها صورني وانا اصورك. ها قد احنا الاثنين في بيت فرنسا. الحين بنرجع للفندق ماشي قريب. راه الفندق راه كيف راه وينو؟ واحد 2 دقائق معنا وصل. يا مغرب يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرضك. عبد الواحد يتلفت شمال ويمين منتظر العجوز هذيك تمرمطه. تشدي عاوتاني هذه الله يسدني فيها هي هذه الذكرى السنوية للمرمطة. هذه يا بويك هذه با الله يرحمه. هذه الله يرحمه بالنظر. ولا انا ما كنت داير لايف تشبه لي يا صاحبي ولا صحيح مدرجين. لا لا ثواني دابا انا استاذنكم. هشام مع السلامه. وين انت اللي باش نرد على سميرة السلاوية. سميرة السلاوية قال هو شنو قال زعما عليا انا كنصور انا الجزيرة مصغرة زعما كنصور ماشي شي حاجة اخرى ماشي بالك بعيد. شكرا. هشام اخويا فينك؟ خلاص صافي انا بهبطها. الى اللقاء استودعكم الله كلكم يا اخوان. انت ماشي انا. ايوه انا والله تعبت والله العظيم. ابقوا لما مش اخرج انا تخرجوا كلكم. ابقوا عندكم. يلا مع السلامه. طيب اعطونا برنامج للغد يعني ماذا سيكون غدا ان شاء الله اي ساعه. دابا نقدر نهضر انا طونكيل. شو خلاني تلقاهم عند ابراهيم غالي غادي يديهم. قول جا ابراهيم غالي. اذا مرضت تقليد على الشرعي. انا نزلها الصوره وتزيلها الى بينهم. شدوهم ابراهيم غالي وشدوهم وتيضروا بهم في تندوف ومنار السليمي وسعد الشرعي قدوهم قداش ابو مهدي. اش كتقول؟ هاد النخبه هادو يلا 20% من الناس اللي جات اصاحبي. راه 130 دكتور وباحث. لا خصهم يدوكم اصاحبي. شدكم ابراهيم غالي تمشوا للبوليزاريو. واش غيكون شي حدث ولا يعني شي سيمينار ولا شي؟ ضروري سيمانه ديال التصوير وديال المؤثرين وديال على داك الشيء اخوتي تابعوا هذا الحساب هذا لان ضربوا لي الحساب اللي فيه 22000. تابعوا هذا الحساب واخا تلقاوه بريفي تابعوه. انا حنحيد له البريفي وان شاء الله عيطوا للناس اللي تابعوني اوكي باش نبدا نعمل به اللايفات. انا كنت محبط ما نقدرش نطلع باش اللايفات كان الحساب صغير بزاف لكن بعض الاخوان بارطاجاوه والحمد لله هو طلع اول مره في حياتي كنشوف 1100. اول مره في حياتي ولد 12 كنشوف 1100. يجي باش شكون دخلت عليك انا بقدام الرباح. اش عندك تقول؟ عندك تقول شي هضره. ها اشري سير عندك تقول شي هضره. صاحبي انت قاعد في انا ما عنديش انت مالك يا صاحبي؟ انت مالك تترعد وخيفان؟ اش كنترعد؟ الله يجي نقي تنقي. انت مغا غاسل ليه وانت يلا طوط زيد دوش ليه. العيون اصبحت اجمل من الرباط عندك وشكلها. تحياتي ايوب راه في اللايف كنحيي. لا اخويا شعيب الا جيتي ما تقول راسك راه كاين في الصحراء. شوف تبارك الله والله ان شاء الله يهدي البال ونقدر نطلع من غزه والله لا جي. وقت ما جيتي تواصل معايا ونديك خويا شعيب تدور في مدينه العينانه نديك بالسياره وتدور مع راسك.